متعمليهاش كتير لانك هتتفاجئي من نتيجتها. صبغة طبيعية بدون اكسجين ولا امونيا. هتجيبي قرنفل مطحون وكمان قرفة مطحونة، وهتقلبيهم مع بعض مع معلقتين كبار من القهوة ومعلقة نشا. يلا نجيب بقى نص كوباية المية وهوب نطلع بيها على نار هادية علشان تحوليها لقوام كريمي. هيبقى معاكي كريمة بالشكل اللي هتشوفيه معايا ده، ودي اللي بنسميها كريمة القهوة الطبيعية لصباغة الشعر. هنضيف بقى عليها شوية اضافات عشان تثبت معاكي اللون، وكمان تعالج مشاكل كتير جدا في شعرك، واولهم القشرة اللي بتسبب تساقط. عصرة نص ليمونة ومعلقة من خل التفاح وكمان معلقة من الكاكاو الخام الغير محلى. قرصين من الاسبرين هتطحنيهم ناعم وهتقلبيهم في الخلطة دي، وهتبتدي بقى توزعيها على شعرك مع كيس من المايونيز عشان يديكي ترطيب رائع. هتسيبيها حوالي 4 ساعات مرتين في الأسبوع. الاستمرارية هي سر نجاح الوصفات الطبيعية. استمري واصبري عشان توصلي لأفضل النتائج. آخر حاجة لازم تغسلي شعرك وترطبيه بالطريقة العادية جدا. ودمتم جميلات.